هلو دكاترة تالتة ثانوي عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل الريكاب بتاعنا على درس الموفمنت ان بلانتس. طبعا كلمة موفمنت معناها حركة، ومش لازم الحركة اللي في دماغنا اللي انا بتحرك من مكان لمكان، ده نوع من الحركة اسمه توتال موفمنت، وده موجود في الانيمالز بس ان هي تتحرك من مكان لمكان. طبعا هي بتتحرك نتيجة ان هي بتعمل ريسبوند، بتعمل رد فعل على الاستيمولاي اللي حواليها، المؤثرات اللي حواليها، ان هي تروح ناحيه حاجه ده اسمه بوزيتيف ريسبوند، او تبعد عن حاجه ده اسمه نيجاتيف ريسبوند. ده بالنسبه لي التوتال موفمنت. عندي حاجه اسمها بوزيشنال موفمنت، اني انا احرك اورجان في جسمي وهو في مكانه، ده زي احرك دراعي مثلا، او زي حركه القلب، او زي حركه البيريستالسيس اللي انت درستها في ثانيه ثانوي. طالما حركه بتاعه اورجان وهو في مكانه دي بسميها بوزيشنال موفمنت. الحركه دي موجوده عندنا، موجوده عند الانيمالز، وموجوده كمان عند البلانتس. انت لما في عندنا الروتس بتبدا تتحرك، الروتس دي تعتبر اورجان، الليفز تتحرك تعتبر اورجان. الروتس بتعمل هايدروتروبيزم، ما هي دي حركه. الليفز بتروح ناحيه السانلايت، طب ما دي حركه. فدي كلها بعتبرها بوزيشنال موفمنت. لو عندي مثلا البلانتس اللي هي الانسكتيفورس اللي بتاكل الحشرات، لما بتقف عليها حشره بتبدا تقفل عليها، دي الليفز دي اورجان اتحركت وهي في مكانها، فدي برضو تعتبر بوزيشنال موفمنت. عندي حركه ثالثه اللي هي الحركه اللي بقول عليها continuous، دي حركه السيتوبلازم جوه السيلز. خلي بالك ان حركه السيتوبلازم جوه السيلز احنا قصدنا بيها كلمه سيتوبلازميك ستريمينج، ولكن دي موجوده في كل الليفينج سيلز، سواء كانت عند البلانتس او عند الانيمالز. طيب هل في سيل ما عندهاش سيتوبلازميك ستريمينج؟ لو هي نون ليفينج سيل، زي مثلا السيلز بتاعه السكليرينكيما، زي بتاعه الكورك في البلانت، او زي بتاعه الزايلم فيزلز. السيلز اللي انا بقولها دي كلها نون ليفينج سيلز، فهي ما فيهاش سيتوبلازم عشان يعمل سيتوبلازميك ستريمينج. السيتوبلازميك ستريمينج بيبقى ان السيتوبلازم بتتحرك، وتاخد بالك انه بيتحرك في وان دايركشن بس. الهدف من السيتوبلازميك ستريمينج حاجتين، انه البلانت توزع نيوترينز جوه السيل، والحاجه الثانيه ان هي كمان توزع اورجانيلز. توزع اورجانيلز طبعا، ركز معايا. خليني اقول لك اهو، السيتوبلازميك ستريمينج دي بتحصل في كل الليفينج سيلز، وبيبقى ليها وان دايركشن. بتبدا ان هي لما يدخل مثلا جلوكوز او حاجه جوه السيل، هي بتبدا توزعه على الاجزاء بتاعه السيل. ايه بقى قصه ان هي توزع اورجانيلز؟ لو تفتكر في ثانيه ثانوي لما درسنا الليفز كنا بنقول ان انا عندي مثلا هنا الباليسيد لير، كنا بنقول ان الكلوروبلاست بتتوزع في الجزء اللي فوق اكتر من الجزء اللي تحت عشان تكون واصله للسان لايت اكتر. طب هو ايه اللي وصل الكلوروبلاست للجزء اللي فوق للجزء اللي ابر؟ طبعا السيتوبلازميك ستريمينج. عندنا كمان معلومه عايزاك تعرفها، ان السيتوبلازم ترانسبيرنت، شفاف، فانا مش هعرف اشوف السيتوبلازم وهو بيتحرك بنفسه شخصيا كده، هو ترانسبيرنت انا مش شايفاه، ولكن هدور على حاجه تكون ملونه جوه السيل زي الكلوروبلاست، وهبدا اشوفها وهي بتلف، فاشوف الحركه بتاعتها واشوف السيتوبلازميك ستريمينج. الحاجه الثانيه اللي عايزاك تعرفها ان السيتوبلازميك ستريمينج بيحصل بالاكتيف ترانسبورت، يعني بيحتاج ATP. وعايزاك تعرف كمان ان السيتوبلازميك ستريمينج بيشمل حاجه زي اللي انت درستها في ثانيه ثانوي، ان الفلويم كان بيبقى عنده سيتوبلازميك ستراندز اللي هي بتعمل حركه كده السيتوبلازميك ستريمينج، وتبدا تنزل وتوزع النيوترينز، توزع الاكل. ده برضو بيعتبر من ضمن السيتوبلازميك ستريمينج. يبقى السيتوبلازميك ستريمينج بيحصل في الليفينج سيلز بس، ما يحصلش في السكليرينكيما، ما يحصلش في الكورك، ما يحصلش في الزايلم فيزلز، لانه دول حاجات نون ليفينج ما عندهمش اصلا سيتوبلازم. غير كده السيتوبلازميك ستريمينج موجوده في البلانتس، وموجوده في الانيمالز، موجوده في كل الليفينج سيلز. طيب نيجي للنوع الثاني من الموفمنت، والنوع الثاني دوت لو احنا اتكلمنا عنه، خلينا هنا هو ناخد احنا بيج جديده. يبقى انا لو بتكلم دلوقتي عن الموفمنت في البلانتس، طبعا انا عندي الموفمنت في البلانت دوت درس، والموفمنت في الانيمالز او الهيومن ده درس تاني. فبالنسبه للبلانت موفمنت احنا اخدنا اول نوع دلوقتي اللي اتكلمنا عنه، اللي هو السيتوبلازميك ستريمينج. ده خلاص اتكلمنا عنه.
وقلنا ان السيتوبلازميك ستريمينج كل البلانتس بتعمله في كل السيلز بتاعتها، بس لازم تكون ليفنج سيل. تاني نوع من الموفمنت اللي موجوده عند البلانت حاجه انت درستها قبل كده، كان اسمها التروبيزم. التروبيزم طبعا لما نيجي، طبعا التروبيزم برضو عايزاك تعرف انها موجوده في all plants. كل البلانتس اللي في الدنيا بتعمل تروبيزم، وده طبيعي. اصل التروبيزم معناه ان انا هعمل كيرفيتشر، هروح ناحيه الحاجه اللي انا محتاجه لها. يعني الروتس هتروح ناحيه الميه عشان تعمل لها ابسوربشن، الليفز هتروح ناحيه السان لايت عشان تقدر تعمل فوتوسينثيز. فبالنسبه للبلانتس التروبيزم دي حاجه مهمه جدا ومتعلقه بحياتها ان هي تفضل عايشه، فكل البلانتس عندها تروبيزم. طيب لما اجي افكرك بالتروبيزم اللي انت درسته، كان عندنا على الستيم جزء اسمه الكوليوبتايل. الكوليوبتايل ده كان بيتكون فيه مواد كيميكالز اسمها الاوكسينز. الاوكسينز ديت هي عباره عن الهرمونز بتاعه البلانتس. طول ما في مثلا لايت او اي فاكتور متوزع بشكل فيرتيكال جاي بشكل متساوي على كل الجهات، الاوكسينز بتعمل ديفيوجن بالتساوي في كل الجهات، فبالتالي البلانت بينمو بشكل فيرتيكال وبشكل متساوي وما بيحصلش كيرفيتشر. يبقى طالما انا عندي الفاكتور جاي من ناحيه واحده فما بيحصلش عندي كيرفيتشر، يعني ما بيحصلش عندي تروبيزم. امال امتى يحصل التروبيزم؟ لو انا مثلا جيت وجهت اللايت من ناحيه واحده. طبعا انت عارف ان الاوكسينز بتهرب من اللايت وتروح على المكان البعيد. بتبعد عن اللايت بريشيو كام؟ انت درستها قبل كده. يبقى الاوكسينز راحت على الناحيه البعيده عن الفاكتور، وخلي بالك هي ما راحتش بنسبه 100%، هي نسبه كبيره من الاوكسينز راحت اللي هي زي ما قلنا 65%، لكن فضل في الناحيه القريبه من اللايت تقريبا حوالي 35%. ايه اللي هيحصل في المكان اللي هتتجمع فيه الاوكسينز؟ لازم تبقى عارف والله تاثير تجمع. يبقى هنا بقول الاكيوميوليشن بتاع الاوكسينز بيعمل ايه؟ هقول لك بيعمل في الستيم حاجه مختلفه عن اللي بيعملها في الروت. بمعنى لو انا دلوقتي جايبه لك ستيم وبقول لك ان الاوكسينز اتجمعت هنا اكتر من هنا، ده معناه ايه؟ معناه ان الجزء اللي متجمع فيه الاوكسينز هيحصل له ستيميوليشن للجروث وهيحصل له ايلونجيشن. ده مش هيبطل يعمل جروث، اهو في جروث برضو بس بريت اقل. فمين اللي هينمو اكتر وهيبدا يطول ويبدا يعمل كيرفيتشر؟ هو الناحيه اللي متجمع فيها الاوكسين. يبقى الناحيه اللي بيتجمع فيها الاوكسين بيحصل لها ستيميوليشن للجروث. انما في الروت الناحيه، انا برضو لو جبت هنا مثلا، لو جبت نوت حطيت هنا مثلا اي فاكتور، حطيت هنا ميه، طبعا الاوكسينز هتحب الميه، فهتروح الاوكسينز تتجمع اكتر في المكان اللي عنده ميه اكتر من هنا. فيبدا المكان اللي متجمع فيه الاوكسينز، طالما انا في الروت، المكان اللي متجمع فيه الاوكسينز هيحصل له انهبيشن، هيبطئ الريت بتاع الجروث بتاعه. والمكان التاني البعيد ده هو اللي هيحصل له ستيميوليشن للجروث وهيحصل له ايلونجيشن، فهيبدا يطول اكتر وهو اللي هيعمل كيرفيتشر، فتبدا تطول الروتس ناحيه الميه، فده بسميه بوزيتيف هيدروتروبيزم. هنا لما برضو اللي انا قلت ان اللايت موجود من الناحيه دي، فالاوكسينز راحت الناحيه البعيده، فلما حصل ستيميوليشن وكيرفيتشر هنا راحت ناحيه اللايت، فده بقول عليه بوزيتيف فوتوتروبيزم. ده بالنسبه لتاثير الاوكسين اكيوميليشن. ما تنساش انه التروبيزم عندنا ممكن يكون هيدروتروبيزم لو انا الفاكتور بتاعي ميه، وممكن يكون فوتوتروبيزم لو الفاكتور بتاعي لايت، وممكن يكون جيوتروبيزم لو الفاكتور بتاعي الجرافيتي. وعندنا حاجه كمان جديده اسمها سيجموتروبيزم. يعني ايه سيجموتروبيزم؟ يعني تروبيزم بسبب التاتش. وده الاكزامبل عليه ان مثلا لو عندي الروتس بتاعتي بتاعت البلانتس بتنمو تحت الارض وخبطت في حجر وهي بتنمو، فهتبدا ان هي تبعد عنه، ده اسمه نيجاتيف سيجموتروبيزم. خلاص، زي ما قلنا التروبيزم موجوده في كل انواع البلانتس لان هي مهمه جدا لحياه البلانتس. عندنا نوع ثالث من الموفمنت وبرضو درستوه قبل كده، كان اسمه التاتش موفمنت.
التاتش موفمنت ده كان موجود في بلانت واحده بس درسناها، اللي هي الميموزا. في الميموزا برضو كان عندنا السليبنج اند awakening موفمنت، بس دي الحقيقه مش في الميموزا بس، دي في الميموزا وبعض الليجيومينس اللي هي البقوليات. طيب تعالى نفتكر التاتش والسليبنج موفمنت كانوا بيحصلوا ازاي. تعالى نشرحها على الميموزا. الميموزا كان عندها حاجه اسمها البولفينس. البولفينس دي بتبقى مليانه ميه، وكان عندنا بعد كده هو الاجزاء الثانيه بقى اللي فيها الليفلتس والقصص دي. اول ما احنا بنلمس الليفلتس بتاعه الميموزا كانت بتبدا، طبعا خلي بالك هو مكان التاتش غير مكان الريسبونس، انا بتاتش الليفلتس بتاعتها، الريسبونس رد الفعل اللي بياخده لي البولفينس. البولفينس ايه اللي بيحصل فيه؟ بيطلع كيميكالز تخلي الميه اللي موجوده في البولفينس تطلع لبره، كأن حد بيرجع، فبيدلق الميه على بره، فالبولفينس هيكرمش، هيضعف، مش هيبقى فيه ميه، فمش هيبقى قادر يشيل الاجزاء اللي هناك، خاصه ان الميه اصلا راحت اتجمعت في الجزء ده، فالجزء ده بقى تقيل. يعني انا حصل عندي مشكلتين، ان الجزء ده اتجمع فيه ميه وبقى تقيل، اللي كان شايل هو البولفينس، كان شايل عشان كان قوي وفيه ميه، هو فضل من الميه اللي فيه، فيبدا يحصل انه تبدا الليفلتس تقفل على بعضها، ويبدا انه في السليبنج موفمنت مثلا تبدا يحصل دروبنج كانها دبلت خلاص، او كان حصل لها ويلتنج. طبعا لو انا بتكلم على تاتش فانا بتكلم على ميموزا، نفس الكلام ونفس الميكانيزم بتحصل في السليبنج والاويكنينج موفمنت، بس ديت مش بتحصل بس في الميموزا، هي بتحصل في الميموزا وبتحصل في بعض الليجيومس اللي هي البقوليات. ايه الهدف من السليبنج والاويكنينج موفمنت؟ اولا هنا التاتش بتحصل بس لما انا المس البلانت، انما السليبنج موفمنت بتحصل لما الدنيا بتليل عادي. بيبقى زي موضوع سيفنج انرجي للبلانت، بدل ما هي طول اليوم رافعه ورقها ورافعه الستيم ورافعه الفروع بتاعتها عشان تعمل فوتوسينثيز، فهي بالليل مفيش فوتوسينثيز، فبتريح ايديها شويه او بتريح نفسها شويه خلاص. طيب التاتش والسليبنج الاثنين مش معتمدين على الاوكسنز، هم معتمدين على الميه، على الديفيوجن بتاع الميه، وانت عارف ان ديفيوجن الميه احنا بنسميه اوسموزيس. يبقى انا هنا هوت لما ارجع اقول انه التروبيزم موجود في كل البلانت، التاتش والسليبنج موفمنت موجودين في الميموزا، السليبنج موجود في الميموزا ومعاها الليجيومس. ما تنساش ان انا قلت ان التروبيزم معتمده على الاوكسنز، لكن التاتش والسليبنج موفمنت معتمدين على الاوسموزس بتاع الميه. وهنا عايزاك تبقى فاهم حاجه، الاوكسنز او اي حاجه فيها هرمونات بتاخد وقت شويه على بال ما تتعمل، على بال ما الاوكسنز تعمل ديفيوجن وتتوزع وتروح تعمل اكيوميوليشن في مكان، ويبدا المكان دوت يعمل رد الفعل سواء ستيميوليشن او انهبيشن، ده بياخد وقت. فالحاجات اللي فيها تروبيزم لانها معتمده على الاوكسنز، فبتبقى طالما معتمده على الاوكسنز فبتبقى سلو وبتاخد وقت. انما التاتش والسليبنج دول معتمدين على الاوسموزس بتاعه الميه، فبيبقوا فاستر واسرع من التروبيزم، وده مهم قوي وعايزاك تعرفه. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا نوع تاني من الموفمنت في البلانت، اللي هو عندنا حاجه اسمها هابتوتروبيزم. الهابتوتروبيزم ده كلمه معناها pulling movement. يعني ايه pulling movement؟ يعني حركه فيها شد، حركه فيها سحب. وهنا الشد او السحب ليه نوعين، يا اما سحب لفوق ودي حركه بنقول عليها بتحصل بحاجه اسمها التندرل، يا اما سحب لتحت ودي بتحصل بحاجه اسمها بتبقى موجوده في حاجه اسمها البالبز والكورمز، لان بيبقى عندهم حاجه اسمها بولينج روتس او اسمها كونتراكتايل روتس. خليني كده افكرك بيها. طيب احنا اولا لما نيجي نتكلم عن الهابتوتروبيزم زي ما قلنا هي يا اما سحب لفوق، هي كلمه هابتو يعني بولينج، فالبولينج ده يا اما بيسحب البلانت على فوق وده زي ما قلنا بحاجه اسمها التندرل، يا اما بيسحب البلانت على تحت عن طريق الكونتراكتايل روت. تعالى نتكلم عن الاثنين. قال لك ربنا خلق بعض البلانتس بتبقى ضعيفه
والبلانتس دي بنسميها climbing plants. تمام؟ البلانتس الضعيفه دي بنسميها climbing plants. طيب هي ضعيفه ليه؟ عشان عندها shortage في السبورتيف ماتيريال، عندها نقص في السبورتيف ماتيريال بتاعتها، ما عندهاش ديبوزيشن لمواد كتير تديها سبورت، فبتحتاج دايما تدور على حاجه تسند عليها. الكلايمنج بلانتس ديت بتبقى زي مثلا العنب، الناس اللي بتزرع عنب او عايشه في مكان فيه مزارع او حاجه هتبقى عارفه ان احنا لما بنعمل عنب لازم نعمل له حاجه خشب كده حواليه ان هو يبدا يمد نفسه عليها ويبدا يسند عليها. طيب يمد نفسه ازاي؟ قال لك بص، انا عندي الستيم بتاعي اهو، وهو ستيم ويك عشان عنده شورتج للسبورتيف ماتيريال قليله، فبالتالي بيبدأ يطلع عندي حاجة اسمها اكستنشن. الاكستنشن دي اسمها تندرل. التندرل ده بيبدأ يطلع كده في الهواء ويبدأ يرفع نفسه ويبدأ يدور على سبورت حواليه. أول ما يلاقي السبورت حواليه هيروح يوصل له بالشكل ده، يعني ده عندي اهو السبورت، فهو هيبدا التندرل يروح على السبورت. طبعا دايما انت حتى لو جربت تمد ايدك تمسك حاجه هتلاقي مثلا في صباع او في جزء من ايدك وصل الاول. الجزء اللي هيوصل الاول من التندرل، الجزء ده الاوكسنز بتخاف، زي ما قلنا بتخاف من اللايت وبتبعد عن المكان اللي فيه لايت، هي برضو بتخاف من التاتش، فهتبعد من المكان اللي فيه تاتش وتروح تاكيوميوليت في المكان التاني البعيد. طبعا زي ما احنا عارفين هي مش هتروح في 100%، هتروح 65 وهيتبقى 35. المكان اللي حصل فيه accumulation للاوكسنز ما تنساش ان ده اصلا ستيم، فيبدا يحصل فيه elongation ويحصل فيه stimulation للجروث ويبدا يطول ويبدا ان هو يعمل كذا مره سبايرال توينز، يلف كذا مره كده هو حوالين، يعمل تويننج ويلف كده هو كاني معايا حبل بس بلفه حوالين حاجه. طبعا لما يكون معايا حبل وابدا الفه حوالين عمود، الحبل ده بيحصل له ايه؟ بيقصر. يعني انا بص عندي الحاجتين دول بينهم حبل، بدات الف الحبل على واحد فيهم، هيحصل ايه؟ المسافه اللي بينهم هتقصر، فده هيوصل للحاجه ديت ويبدا يسند عليها. يبقى كده البلانت الكلايمنج ستيم ده هيبدا ان هو يسند على السبورت. وخلي بالك هو لما لقى السبورت ولف عليه واطمن هيبدا يعمل ديبوزيشن للسبورتيف ماتيريال بتاعته، يبدا يقوي نفسه ويامن نفسه ويبدا يرسب سبورتيف ماتيريال اكتر على نفسه. خلاص ده بالنسبه للتندرل. الغرض الاساسي من الحركه دي ان هو بيخلي البلانت تبقى مسنوده على حاجه، وهي كانت ضعيفه الاول ومش واصله للشمس، فهي دلوقتي بقت مفروده وواصله للسانلايت فهتعمل فوتوسينثيز اكتر. خلي بالك لو التندرل ما وصلش لسبورت، التندرل هو اللي هيموت مش البلانت كلها هتموت، لان البلانت عندها كذا فرصه انها تطلع كذا تندرل كلهم هيحاولوا يوصلوا للسبورت اللي حواليهم. خلاص طيب تعالى بس عايزه هنا اهوت، تعالى نرجع للبي دي اف بتاعتنا. يبقى احنا هنا اهوت اتكلمنا على الموفمنت، احنا دلوقتي شغالين في الهابتوتروبيزم اللي هي باي تندرل. خلينا نشوف الشكل بتاعها. ده بلانت اهو عنده ويك ستيم زي ما انت شايف، فبدأ يطلع اكستنشنز اللي هي التندرل، دورت لقت جنبها سبورت فبدأت تعمل تويننج حواليه كذا مرة بحيث ان هي تقرب منه وتبقى بص بقت خلاص واصله له سند عليه، بقت مفروده وواصله للسان لايت فهتعمل فوتوسينثيز اكتر. زي ما قلنا ان انا اول ما هعمل التاتش المكان اللي فيه اهو، المكان اللي تاتش السبورت اللي هيحصل فيه سلو جروث. ليه؟ لان الاوكسنز بتخاف من التاتش فسابت المكان ده وراحت للمكان البعيد. المكان البعيد ده اللي هيحصل فيه تراكم واكيوميوليشن للاوكسنز هو اللي هيحصل فيه جروث اكتر وهيحصل فيه ايلونجيشن. بص نوت عايزاك تشوف الصورتين دول مهمين جدا. ده شكل تندرل ما لقاش سبورت، فالتندرل الناحيتين بتوعه سواء يعني ما هو ستيم عنده ناحيتين كده، فالناحيتين بتوعه خلاص وقعوا، ما هو ما لقاش سبورت فخلاص هيحصل له ويلتنج وهيداي، التندرل هيموت. لكن هنا لو بصيت على الصوره دي، الصوره دي بتقول ايه؟ بتقول التندرل هنا كان لسه بيحاول يلاقي السبورت، دي اللحظه اللي هو لقى فيها السبورت. في جزء حصل له انكريز، خلي بالك الواي اكسس هنا الجروث ريت، في جزء حصل له انكريز للجروث ريت وجزء حصل له ديكريز للجروث ريت. ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ هو بيقول لك انا هنا اهوت اللي باللون الاحمر ده الانتاتشد سايد
سايد والسبورت، يعني ده الناحيه البعيده، اللون الاحمر ده الناحيه الانتاتشد سايد، الناحيه البعيده عن السبورت. لان انا قلت لك ان الناحيه البعيده عن السبورت هي اللي هيحصل فيها اكيوميوليشن للاوكسنز، لان الاوكسنز بتخاف من التاتش فهتتراكم هنا فيحصل الونجيشن للسايد ده، فده السايد الانتاتشد ده هو اللي فيه الاوكسنز، فزي ما انت شايف الريت اوف جروث بتاعه عالي. الناحيه الثانيه اللي لامسه التاتش، الناحيه ديت الاوكسنز اللي فيها بقت قليله فالريت اوف جروث فيها بقى قليل، فبدا الريت اوف جروث اهو يبقى قليل. يبقى ده بالنسبه للهابتوتروبيزم اللي هي البولينج اللي فوق اللي هي التندرل. طيب تعالى الحاجه الثانيه، بيقول لنا هنا ان النوع الثاني من الهابتوتروبيزم اللي بيشد البلانت لتحت. اللي بيشد البلانت لتحت حاجه اسمها كونتراكتايل روت او اسمها بولينج روت. انت دلوقتي لو عندك كنز او حاجه مهمه خايف عليها، زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيحفروا في الارض ويدفنوها، وكل ما كانت الحاجه اغلى او اهم بيحفروا على عمق اكبر ويدفنوها. هو ده اللي بيحصل. البلانت بتخزن الغذاء بتاعها والفيتامينز والنيوترينز المهمه بتاعتها في حاجه تحت الارض اسمها بلب. البلب ده اللي هو شبه البصل، او حاجه اسمها كورم، دي اللي هي الحاجات اللي شبه القلقاس. يبقى سواء البصله او القلقاسه، الاثنين دول مخازن مهمه جدا بالنسبه للبلانت، ده كنز بالنسبه للبلانت. فالبلانت مخبياهم تحت الارض، مش بتخبيهم كده على الوش، هي بتخبيهم على عمق كبير تحت. طب ازاي بيوصلوا للعمق الكبير تحت دوت؟ عن طريق ان بيبقى فيه روتس تحتهم، الروتس دي بتعمل كونتراكشن فبتشد البلانت على تحت. خلينا نشوف هنا اهو، ده كده هوت اول ما اتزرعت في الارض بدأ يطلع منها الروتس بتاعتها اللي هي الكونتراكتايل روت. زي ما انت شايف كل ما بتكبر كل ما بتوصل لدبث اكتر، يعني بص ده الدبث ده العمق. ليه؟ هي بتقعد تنزل سنه سنه سنه، كل ما الروتس تعمل كونتراكشن كل ما تسحب البلب او الكورم على تحت لغايه ما توصلها لدبث امن بالنسبه لها. الدبث دوت هيخليها ما تتاثرش بالويند اللي فوق او اي شويه هواء كده يطيروها. فلو سالك ايه الستيميولس اللي على اساسه الكونتراكتايل روت بتعمل موفمنت لتحت وبتشد البلانت لتحت، على اساس ايه؟ على اساس الدبث، هو ده الستيميولس بتاعها. هتفضل تعمل كونتراكشن وتشد لتحت لحد ما توصل للسيتبل دبث الايه اللي بالنسبه للبلانت هو المكان الامن. انا عندي اهو ده اشكال الكونتراكتايل روتس اهي. وانا بس عايزه اقول حاجه، لما اقول لك بلب، البلب ده اللي هو زي البصله، مش قصدي بيها البصل بس اللي احنا بناكله. انت عندك ورده التيوليب اللي هي من اغلى الورود، دي عندها من تحت بلب، عندها من تحت بصله، لان البصله دي بالنسبه لها هي مخزن اكل، هي مش البصله اللي في دماغك اللي هي مثلا ريحتها وحشه او حاجه، هي دي بالنسبه للبلانت مخزن للاكل. وعشان تخليها في بوزيشن امن بيبقى عندها كونتراكتايل روت بتعمل كونتراكشن وتسحب البلانت لتحت. احنا كده على فكره عايزين بس نقول لك كمان حاجه، ان احيانا البلانت زياده امان لنفسها، عارف زي ما بيكون في مدير وبيعين نائب ليه عشان لو حصل له حاجه او مش موجود، برضو البلانت بتامن نفسها ان الكورمز بتبدا تعمل حوالين نفسها كورمز صغيره، بحيث ان هي برضو مخزنه اكل، لو انا حصل لي حاجه يبقى البلانت برضو مخزن اكل اكتر. طيب خلينا كده نراجع احنا قلنا ايه، نراجع الموفمنت في البلانت. يبقى احنا كده يا شباب رجعنا على الموفمنت في البلانت. الموفمنت في البلانت ليها 5 انواع: تاتش موفمنت والسليبنج والاويكننج موفمنت، دول معتمدين على الووتر اوسموزيس فبيبقوا اسرع من التروبيزم، لان التروبيزم معتمده على الاوكسيدز. طبعا قلنا التاتش موفمنت دي موجوده في الميموزا بس، عندك السليبنج والاويكننج موجوده في الميموزا وموجوده في بعض الليجيومس. التروبيزم موجوده في كل البلانتس لان هي مهمه لحياه البلانتس. السيتوبلازميك ستريمينج موجوده في كل البلانتس برضو، بس وفي كل السيلز بتاعت البلانتس، بس بشرط انها تكون ليفينج سيلز. السيتوبلازميك ستريمينج معتمده على الاكتيف ترانسبورت، يعني بتحتاج ATP ولازم تبقى عارف ان هي بتبقى في دايركشن واحد. وعندك الهابتوتروبيزم اللي هي البولينج موفمنت، دي بتبقى يا اما بتشد لي البلانت لفوق اللي هو باي تندرل، يا اما بتشد لي البلانت لتحت بالبولينج روت او بنقول عليها الكونتراكتايل روت. الغرض الاساسي من الحركه بتاعت الشد فوق بالتندرل الهابتوتروبيزم يعني البولينج موفمنت، ودي ليها نوعين:
باي تندريل، ودي لما بتسحب البلانت على فوق، انما البولينج روتس او الكونتراكتايل روتس بتسحب البلانت على تحت. الحركه بالتندريل السبب الرئيسي فيها ان هي تسحب البلانت عشان يقدر يوصل لسان لايت اكتر ويعمل فوتوسينثيز اكتر، انما البولينج روتس الهدف الاساسي منها ان هي توصل البلانت لدبث معين، البالب والكورم اللي هي المخازن بتاعته توصلهم لدبث معين يكون سيتبل ويكون امن ليهم ضد الويند اللي فوق. كده يا شباب احنا عملنا ريكاب سريعه كمان على الموفمنت في البلان. ان شاء الله معاكم في كل الليسونز نعمل لها ريكاب ونحاول نساعدكم على قد ما نقدر ان احنا نلم الدنيا معاكم في المذاكره. اشوفكم على خير الريكاب اللي جاي. دكتور ناهد محمد.